السلام عليكم. عاملين ايه يا شباب؟ النهارده جاي اشارك معاكم 5 عادات بسيطة جدا. لو بدأت تطبقها يوميا لاحظ فرق كبير جدا في دراستك ومذاكرتك، هتبقى اسهل وانجح. خلينا نبدأ على طول. العادة الاولى: ابدأ يومك بخطة صغيرة. قبل ما تبدأ مذاكرتك خد ورقة واكتب 3 أو 4 حاجات لازم تخلصها في اليوم. صدقني كتابة الخطة بتديك تركيز وبتخليك عارف تبدأ منين بدل ما تفضل محتار. العادة التانية: قسم وقتك جلسات قصيرة، يعني ذاكر 25 دقيقة وريح 5 دقايق. النظام ده بيخليك تركز أعلى وكمان بيخليك ما تزهقش بسرعة. العادة الثالثة: ذاكر بصوت مسموع أو باستخدام ورقة وقلم. مجرد إنك تشرح لنفسك أو تكتب معلومة ده بيساعد مخك في تثبيت المعلومة أسرع. العادة الرابعة: النوم كويس أهم من السهر. حاول تنام من 6 ل 8 ساعات في اليوم، وخصوصا قبل الامتحانات، لأن المعلومة بتتخزن في دماغك أثناء النوم. فلو سهران ومجتهد مش هتعرف تفتكر المعلومة كويس. العادة الخامسة والأخيرة: كافئ نفسك بعد الإنجاز. خلصت مذاكرتك ادي لنفسك حاجة بسيطة تحبها، زي مثلا قراءة القرآن، حاجة زي كده يعني، أو حتى جولة على السوشيال ميديا. ده بيخلي المذاكرة مش حاجة مملة لكن فيها حافز. ال5 عادات دول لو بدأت تطبق حتى واحدة بس منهم هتلاحظ فرق كبير، ولو جمعتهم كلهم حياتك الدراسية هتتغير للأفضل. جربهم وشاركنا في التعليقات ايه أكتر عادة حسيت إنها فرقت معاك. متنساش تعمل متابعة للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.